في الفيديو ده هنعرف إزاي الصيام بيساعد جسمك يرتاح، ينظم نفسه ويستفيد من الأكل بطريقة أذكى. أنا المعدة لما بتصومي شوية بهدى وارتاح من الشغل المتواصل. الصيام مش حرمان، ده صيانة. أنا المخ، الصيام بيخليني أركز أكتر، تفكير، أهدى ذاكرتي، أنضف، والصداع بيقل والهدوء غذائي. أنا النفسية، الصيام بيعلم صبر، يهدي العصبية ويقوي التحكم في النفس. أنا القلب لما تصوم الضغط يظبط والدهون تقل ونبضي يرتاح. احنا الدهون الصيام بيستهدفنا مباشرة. مفيش سكر يبقى حرق، وده خبر وحش لينا. وفي الآخر الصيام مش بس جوع، ده تهذيب، راحة وترتيب من جوه. لما الجسم يهدى الروح تبتسم. تابعني للمزيد من الحقائق العلمية المدهشة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. سلام. في الفيديو ده هنعرف إزاي الصيام بيساعد جسمك يرتاح، ينظم نفسه ويستفيد من الأكل بطريقة أذكى. أنا المعدة لما بتصومي شوية بهدى وارتاح من الشغل المتواصل. الصيام مش حرمان، ده صيانة. أنا المخ، الصيام بيخليني أركز أكتر، تفكير، أهدى ذاكرتي، أنضف، والصداع بيقل والهدوء غذائي. أنا النفسية، الصيام بيعلم صبر، يهدي العصبية ويقوي التحكم في النفس. أنا القلب لما تصوم الضغط يظبط والدهون تقل ونبضي يرتاح. احنا الدهون الصيام بيستهدفنا مباشرة. مفيش سكر يبقى حرق، وده خبر وحش لينا. وفي الآخر الصيام مش بس جوع، ده تهذيب، راحة وترتيب من جوه. لما الجسم يهدى الروح تبتسم. تابعني للمزيد من الحقائق العلمية المدهشة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. سلام.